السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم في روايه جديده غادي يكون سميتها الشيطان يحكي. تقدر تكون سمعتي بها وتقدر تكون ما سمعتيش بها. لايك ويلا نبداو. انفاس قويه توحده ما كتحمل الاخرى، طائره مضيقه بحال البواطه ديال السردين، جالسين فيها كتف على كتف، رجلينا كيمسوا بعضياتهم وحتى يدينا كلشي عرقان حيت المكيف ديال الطياره خاسر. رحله جويه رخيصه كتاخدني انا الشيخ بلقاس زياره رومانيا. ما كانش مبرزني المكيف، ولكن البنت اللي جالسه حدايا كتفي كيمس كتفها وكتهز رجليها اللي شبه عريانه وكتقول اوف كل شويه. النظرات ديال الناس اللحيه ديالي باينه منزعجين وخايفين من المظهر الاسلامي. راجل اسمر عنده لحيه كيصحاب ليهم ارهابي. جات المضيفه وهي راسمه الابتسامه اللي كرسموها كاملين واخا تكون طياره كتحرك، وقالت لي شي حاجه باللغه الرومانيه لديك البنت اللي جالسه حدايا، بحال قالت ليها سمحي لينا ولا شي حاجه. حاولت نعس ونعست بزز، ولكن الحلم اللي حلمت كان كيخلع. شفت راسي واقف حدا غرفه صغيره، حليت الباب ولقيت بنت على الفراش وجهها كيشبه الضبع، عينيها بيضين وكتغوت من الداخل فحال الصوت ديال الدبار. كنت كنقرا عليها القران ورجليها مربوطين بالسناسل، الدم على الحيط، وجهي مجروح. وكنسولو كاملين انا ودوك الشيوخ اللي كانوا معايا على الشيطان اللي ساكن فيها، وبدات كتدور في راسها في الجهه ديالي. نط مفزوع وسمعت سبه رومانيه من عند البنت اللي كانت جالسه حدايا، ودرت لعندها وتفكرت اصلا شنو اللي خرجني من بلادي البلاد ديال الناس. وهو جيني تلميذ اعطاني ظرف عليه اختام اوروبيه شرقيه. فتحت المظروف وخرجت رساله مكتوب عليها بخط انيق اسلوب مهذب: دعوه ليا انا الشيخ ابن بلقاس الراقي والمعالج بالقران لحضور مؤتمر عالمي يقام في باراشوف. باراشوف هي مدينه في رومانيا. وما خلاو ليا باش شي كلمه حتى رفضها. وصلت الطياره وركبت وخلصوا كاع الاحتياجات ديال السفاره. الدعوه كانت مقدمه من المحفل الاعلى للعلوم الماورائيه والفنون الروحانيه. وعلى الرغم الكره ديالي للسفر عند بلاد ديال الناس، لقيتها فرصه لنشر شي حاجه من الدين الاسلامي. وصلنا مطار باراشوف كامل مغلف بالدجاج، الاجانب شعرهم صفر والعيالات معرين الصيقان ديالهم اللي هما الرجلين كيمشيو، وانا كندخل ما وسط منهم وكنحاول ما نشوفش في العيالات اللي تما. كنت كنقلب على شكون اللي وصلني ولقيت واحد الراجل شعره خفيف وضعيف فحال العود ديال الكبريت، فوجو عيان وباينه من فمو كارو الكارو. وقال لي مرحبا الشيخ. قلت له مرحبا بك، شنو سميتك؟ هز الشنطه ديالي بالزربه وقال لي إيفان سوكولوف. مشينا
ركبنا في واحد الطوموبيله كحله وسولتو فين كاين المؤتمر. غالبا غادي يكون تما. بزز ما قال لي الفندق فين كاين. قال لي الفندق في دراغوس، وهي بلدة حدا جبال فاراجاس، بعد ساعة ونص ونوصلو. قلت ليه نتوما عندكم قلعة دراكولا. ضيق عينيه ودار شفية وقال لي بصوت شاحب ولكن بعيدة، في بلدة مجاورة، في تران سلافانيا. فهمتي؟ متبقاش تسولني. وهو يسكت. تحولات الطريق من المدينة اللي كانت عامرة بالناس والدراري الصغار لبلاصة خاوية وغابة. دخلنا ديك الغابة، كانوا الجبال، كانوا الماء، كانوا الأنهار. الصراحة كانت البلدة زوينة بزاف. دخلنا لقينا الفندق، وكان الفندق سميتو بورغاتوريوم. كان عنده سقف مثلث في الحمر، والصباغه اللي داير بها اللون الباج. كان كيبان في الفندق انه 3 طبقات، وكانوا النساء اللي لابسين الكساوي والفرو ديال الثعالب وديال الطيب، طالعين في الدروج بشويه بشويه. وتدراري والشباب، يعني بان اللي كانوا تمايا كانوا ناس اللي لاباس عليهم بزاف. طلعنا وبقيت كنشوف كيفاش الفندق دار من الداخل. صراحه كانوا الاضواء، كانت الماكله بزاف، ولكن مبغيتش نزعم وناكل. خفت يكون اللحم ديال الخنزير ولا شي حاجه، حيت اصلا حنا دابا في بلاد اليهود والمسيح. جات الموظفه اللي كانت والخدامين اللي كانوا وبداو كيفرقوا علينا اتاي سخون. صرفنا اتاي، انا غادي كنقلب، لقيت واحد الراجل هذاك كان الشيخ، كان سميتو بنو يمين. سميتو الشيخ بنو يمين. وانا كنت غادي عنده هي تجي واحد المراه غليظه، المكياج اللي دايره ثقيل، تقول دايره مكياج ديال قبيله كيف النساء. وقالت لي يا حنا مسؤولين عليك من دخلتي حتى غادي تخرج. قالت لي عطيني جواز ديال السفر ديالك. ابتسمت لهاديك الابتسامه ديال بزز وعطيتها الجواز ديال السفر ديالي. خداتو وقالت لي الغرفه ديالك هي الغرفه 12. قلت لها شكرا ومشيت. باش نمشي عند داك الشيخ ابن يمين، حيت هو الوحيد اللي كان تمايا يقدر يكون يدوي معايا بالعربيه ويتفاهم معايا، حيت كان اللي كانوا هادوك اللبس ديالهم يهودي مسيحي، يعني باين انهم ماشي شيوخ. كاين غير انا الشيخ وابن يمين. سلمت عليه، قلت لي كي داير؟ قال لي لاباس. حتى هو سولني قلت لي لاباس. ويلا سولتو. هنا فين غتوقف بينا الروايه، نكملوها في الحلقه الجايه. انا قسمتها حيت كان ضروري خصني نقسمها، حيت الروايه مازال طويله وخاصنا نقسموها باش نقدروا نكملوا. المهم نكملوا في الحلقه الجايه. خليو معكم ديك اللايك وديك الاشتراك، وبسلام عليكم.